كنت دايما بقف عند آية اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الكلمة دي، الآية دي بالذات كده لما كنت بقرأها وقف معاها، ليه اصبروا وبعدها صابروا وارجع ورابطوا بعد كده اتقوا الله في الآخر لعلكم تفلحون. احنا اغلبنا ماشي في الحياة عادي، هي الحياة عبارة عن تشالنج، هنطلع من التشالنج للتشالنج تاني وبعده هننجح، ups and downs، مفيش مشكلة. فالآية دي دايما برجع، هي ايه الحاله اللي انا دايما محتاجاها في اي تشالنج بمر بيه؟ الصبر. بس الصبر ده معناه ايه؟ واشمعنى لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن الصبر قال السيكونس ده؟ ليه اصبروا وصابروا دي من حاله لحاله اعلى، ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كنت بقعد افكر في الايه دي كتير قوي قوي قوي، هو المعنى ده جاي ازاي؟ ويعني ايه كلمه صبر؟ بصيت في الدين وبصيت في علم النفس و الى اخره. الصبر في حد ذاته من الناحيه العقائديه معناه انك تحبس النفس عن الجزع، اني ما بقاش جازع، ما بقاش متضايق، ما بقاش زعلان، وانك تحبس اللسان عن الشكوى، ما اقعدش اتشكى. طب اعمل ايه لما اكون في تشالنج، لما اكون تعبان؟ اعمل ايه؟ تعيش البريزنت مومنت، ان ابقى هنا دلوقتي، هنا لحظه صبري، انا صابر على اللحظه اللي انا فيها دي، ان انا زي ما منعم كان بيقول انا باخد خطوه، هو انا عايزه اوصل هناك وعندي تحدي وعايزه اعديه، فانا هصبر على اللحظه اللي انا فيها دي عشان اعيش اللحظه اللي انا فيها دي، وهصابر عليها. هصابر على اني، ده كان فهمي انا للايه مش شرح الايه، هصابر ان انا هصبر على صبري، زي ما كان سيدنا علي كان بيقول ساصبر حتى يعجز الصبر عن صبري. انا بصابر على صبري، وهربط نفسي على اني اروح من القلق والخوف والجزع، هربط نفسي كاني بربطها، وهتقي الله في اللحظه اللي انا فيها دي. انا هعمل اللي عليا وهفكر في اللحظه دي عشان اخد الخطوه دي، ماليش دعوه باللي هيحصل، وماليش دعوه بمخاوفي، وماليش دعوه بان انا وقعت خلاص انا هنا، انا هنا دلوقتي. لما هصبر وهصابر وهرابط وهتقي الله في اللحظه اللي انا فيها دي، هوصل وهفلح وهروح للي انا عايزاه. ساعتها افتكرت ان الله مع الصابرين، وان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، لا يغلب عسرا يسرا.